السلام عليكم، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ النهارده هنتكلم عن انت حزين، ليه انت مكتئب، ليه فرحة العيد ما بقتش زي زمان، وتعمل ايه عشان تغير كل الحاجات دي. تنويه بسيط: لو انت شخص مشخص باكتئاب او قلق او اي مرض نفسي، شفاك الله وعافاك، روح لدكتور ان شاء الله يعالجك، وما تسمعش نصيحة اي حد من على النت. فيلا اقول لك انت ليه حياتك تعيسة ومكتئب. واحد، ما عندكش روتين. تعال احكي لك قصة اتنين: صبحي وعلاء. صبحي هو ذكي، طموح، سوي نفسيا، وعلاقته بأهله كويسة. وعلاء برضه نفس الكلام، ولكن الفرق ما بينهم إن صبحي بيصحى الصبح عارف هو هيعمل إيه. هيصحى، هيعدل السرير بتاعه، هيغسل سنانه، هيتوضى ويصلي، هيكتب تو دو ليست، وبعدين يبدأ يومه. علاء بيصحى، يصلي، يغسل سنانه، ولكن كل دي قرارات بتبقى قرارات واعية من دماغه. يلا أنا هقوم أصلي، يلا أنا هقوم أغسل سناني، يلا أنا هقوم أشرب، يلا أنا هقوم أرتب سريري. في يوم ممكن يعمل الحاجات دي، وفي يوم ممكن يفضل قاعد على السرير ساعتين على التليفون، ولكن بيقوم يشتغل. هو ذكي وطموح وعنده نفس الصفات الجميلة بتاعت صبحي. فبعد سنة يا ترى فين هيبقى صبحي ويا ترى فين هيبقى علاء؟ علاء هيكون اتخذ قرارات ضعف القرارات اللي اتخذها صبحي، وصبحي هيوفر القرارات اللي كان بيتخذها على شرب المية او الصلاة او ترتيب السرير او كتابة التودو ليست، في انه يحط تركيزه ده في الشغل اللي هو بيعمله. فبعد سنة صبحي هيبقى انجح بكتير جدا من علاء، رغم ان عندهم نفس الصفات الشخصية ونفس القدرات العقلية. فانك تحط روتين ده شيء مهم جدا لمخك. مخك يبقى عارف انا هعمل كذا بعدين كذا بعدين كذا. ده بيوفر طاقة مخك وبيخلي مخك متوقع هو هيعمل ايه. فانت لما بتبقى مقرر من اليوم اللي قبله انك هتصحى، هتعدل السرير، وهتشرب، وهتعمل كذا وهتعمل كذا، حتى لو دي حاجات صعبة عليك بتكون اسهل، لان مخك مستعد ليها، بيكون عارف ان هو هيعمل كده. ولكن انت لما بتصحى وتقعد تقرر انك تشرب، وتقرر انك ترتب سريرك، وتقرر انك تغسل سنانك، كل الحاجات دي بتبقى اصعب على مخك وبتستنزف طاقته. وحتى لو عملت الحاجات دي بتبقى استنزفت طاقة مخك. يبقى مخك كان 100% الصبح، بقى 85 70% عقبال بس ما قمت من سريرك وغسلت سنانك وصليت. فال 70% دول مقارنة بال100% بتوع صبحي هيكونوا اقل بكتير، ومش هتقدر تستخدمهم في شغلك. ما تخشش بصدرك قوي. حط روتين بسيط: الصبح هشرب ميه واغسل سناني واصلي، وبالليل هعمل تو ليست وانام بس، لمدة شهر. وبعد شهر ابدأ زود في الروتين بتاعك. اتنين، انت قاعد زي الست الحامل، قاعد ما بتعملش اي رياضة غير الحجز بتاع من الاسبوع للاسبوع. ده غلط. الرياضة بتخليك تفرز الاندورفينز، بيخليك تفرز هرمونات السعادة، بتظبط نومك، واللي بالتالي هيظبط مودك. فالرياضة ليها منافع كتيرة جدا، فلازم تحط على الأقل 30 دقيقة في اليوم إنك تعمل فيهم أي نوع من الرياضة. لو مش تنزل جيم، لو مش تجري في الشارع، اقعد اعمل شوية ضغط وشوية بطن في البيت، لأن الرياضة مهمة جدا لصحتك الجسدية وصحتك النفسية، وكمان عشان لما تروح تلعب الحجز ما تشحرش من أول ربع ساعة. 3، انت ما بتديرش وقتك كويس. بتتفاجئ ان في ميد ترم نهايه الاسبوع، فتقعد تذاكر وانت متوتر وقلقان عشان تلحق تخلص. ولكن لو انت مخطط ان في ميد ترم كمان اسبوعين 3، انا عارف ان الدكاتره ساعات بيفاجئوك، ولكن الحاجات اللي انت تكون عارفها تتحكم فيها، تستفيد منها. فتنظم وقتك ازاي؟ بانك كل يوم جمعه او كل يوم سبت تقول انا في الاسبوع ده هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتكون عندك وقت في اليوم من ساعتين ل4 ساعات ل6 ساعات. انا هقعد اعمل حاجة واحدة واكون مركز فيها. كل يوم عندي قبل ما انزل على الجامعة بساعتين وبعد ما ارجع من الجامعة بساعتين، ده بس مخصص للمذاكرة، ده بس مخصص لحاجة انا بشتغل عليها. تحط خطة للاسبوع: انا عايز اخلص كذا وكذا 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 خلال الاسبوع، وكل يوم الصبح او اليوم اللي قبله بالليل تحط حاجة واحدة انت عايز تخلصها. حاجة واحدة مهمة لازم تخلصها، تحجز لها وقت في اليوم وتكون مركز انك تخلصها. 4، انت بتاكل وحش قوي يا صاحبي، من الاكل في الشارع، الاكل بالليل متاخر، الاكل كله سكريات. كل الحاجات دي بتاثر على مودك. ليه؟ لان الاكلات دي بتسمى بالكومفورت فود، الاكلات اللي بتخليك مستريح، ولكنها على المدى الطويل بتؤثر عليك جسديا ونفسيا. طيب، ليه الاكل الصحي بيخليك اسعد؟ لانك لما بتاكل اكل صحي بيكون فيه الاحماض الامينيه الاساسيه، مثلا زي التيروزين اللي موجود في اللوبيا،
في الجبنة، في الحاجات اللي بتتاكل في البيت مش الحاجات اللي بتتاكل من الشارع. طب ايه اهمية الاحماض الامينية الاساسية وبالخصوص التيروزين؟ التيروزين ده بيخش في صناعة المواد الكيميائية اللي بتفرز في مخك، زي الدوبامين، زي الادرينالين، الحاجات اللي بتخليك تحس بسعادة. فلو مخك ما عندوش الكمية الكافية من التيروزين مش هيقدر يصنع الكمية الكافية من الدوبامين، وبالتالي هتبقى متضايق وزعلان. كمان لما بتختار الاكل الصحي عن الاكل الغير صحي، ده بيعلي قدرتك على التحكم في نفسك. يعني لو انت قدامك اكل من ماكدونالدز وقدامك اكل الحاجة عاملاه في البيت، رز وسلطة وحتة فراخ، طبعا اكل الحاجة احسن بكتير، محدش قال حاجة، ولكنك لما بتختار الاكل الصعب او الاكل الغير مريح بالنسبة لك، ده بيعلي قدرتك على التحكم في نفسك. فالمرة الجاية لما هتيجي تجبر نفسك على مذاكرة او على حاجة انت مش حاببها، هتبقى متدرب قبل كده انك عامل حاجة مش حاببها، ويبقى نمط حياتك كله بتعمل الحاجة الصعبة المفيدة ومش بتعمل الحاجة السهلة المضرة. فحاول تاكل كويس. لو انت نازل على الجامعة اطلب من الحاجة تعمل لك سندوتشات بيض جبنة حلاوة اي حاجة وخدها معاك الجامعة، مش عيب. هتاكل اكل صحي، هتوفر فلوس، ومش هتاكل اكل مضر. انا عارف ان امي مستغربة جدا من الكلام اللي انا بقوله ده، بس ادينا بنكبر ونتعلم. ربنا يخليكي لينا يا حاج. 5. الزفت اللي في ايدك ده. كل يوم بيطلع دليل جديد على اضرار الفيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، ما عدا الفيديو ده. فانت كل يوم لما بتقعد تسكرول على السوشيال ميديا ده بيخليك تفرز دوبامين، فبيخلص كميتك من الدوبامين، لان هو بيخلص خصوصا لو ما بتاكلش صحيا، فالتيروزين قليل فالدوبامين قليل، فهيخلص الدوبامين اسرع. كمان الدوبامين اللي بيفرز في السوشيال ميديا اكبر بكتير من الدوبامين اللي بيفرز في مذاكره، ومخنا ميال ان هو يروح للتجارب اللي بتفرز دوبامين اكتر، فده هيخلينا مدمنين على السوشيال ميديا وخلينا بنروح بس للسوشيال ميديا، فهنقلل من المذاكره، ولما هنقلل من المذاكره هنبقى مضغوطين واحنا بنذاكر للامتحان، واللي هيسبب توتر. كمان هنروح الامتحان مش هنعمل زي ما احنا كنا عاوزين نعمل، فهنجيب درجه اقل من اللي عاوزينها، ونشتغل شغلانه اقل من اللي احنا عاوزين نشتغلها، ونفضل عايشين تعسى بقيه حياتنا. فسيب التليفون بسرعه، عشان اخرة مسكه التليفون انك تبقى رجل 40 50 راجع بشنطه الفاكهه، مراتك عماله تشتم فيك وانت مش طايق نفسك، وتقول كان زماني بقيت حاجه كبيره في المجتمع دلوقتي. فالسبب في انك مش هتبقى حاجه كبيره في المجتمع خصوصا في الزمن ده هو التليفون. 6. انك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. حاول تعمل الحاجات الاساسيه، صلي في ميعادك لان ده فرض، ولكن كمان لما هتصلي في ميعادك هتظبط مواعيد نومك ومواعيد صحيانك، هتبقى عارف انت بتعمل ايه طول اليوم. يعني هصلي الفجر، بعدها ب5 6 ساعات اصلي الظهر، بعدها بساعتين 3 اصلي العصر، بعدها بساعتين اصلي المغرب، بعدها بساعه ونص ساعتين اصلي العشاء. فيبقى يومك متظبط، وقتك متظبط انك تعمل حاجات ما بين الصلوات، فهيظبط لك نومك وصحيانك وهيظبط لك وقتك. وقبل كل ده فرض. 2. حاول ما تعملش المعاصي اللي ممكن تجنبها. يعني كلنا هنعمل معاصي وكلنا هنعمل ذنوب، ولكن في حاجات ممكن تتجنبها زي الكذب الغير مبرر والمبرر برضو، بس حاول الحاجات اللي انت ممكن تتجنبها ما تعملهاش. مش محتاجين ان احنا نزود ذنوبنا. ما تكذبش، ما تنمش، ما تشتمش كتير. يعني لما تتفرج على ماتش كوره ولا حاجه مش لازم تشتم، لما تبقى سايق ولا حاجه مش لازم تشتم، لما تبقى جايب سيرة حد مش لازم تجيب سيرته. فحاول تقلل من المعاصي الممكن تجنبها. 3. اعرف ان انت مش عايز عشان تبسط نفسك، مش عايز عشان السعادة، مش عايز عشان تحقق احلامك وطموحاتك، ولكنك عبد الله سبحانه وتعالى مأمور بطاعته اولا. فانت عايش لله سبحانه وتعالى، ده هيخلق لك هدف اكبر. انت مش عايز بس عشان نفسك. يعني انت زعلان النهاردة مش مشكلة، فرحان النهاردة برضو مش مشكلة. انت هدفك اسمى من نفسك، مش انت محور الكون. بس ده كان كل اللي عندي النهاردة. اعمل سبسكرايب عشان يبقى عندي سبسكرايبرز، اعمل لي فولو على السوشيال ميديا عشان يبقى عندي فولورز. اشوفك الحلقة الجاية. سلام عليكم.